السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي ودي قناتي. لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة بطعم الشوكولاتة، في قلبها شوكولاتة ومتغطية بالشوكولاتة. انا عملت الجناش الاقتصادي. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملته ازاي. وصفة هايلة جدا، لو جربتيها مرة هتعمليها كتير كتير كتير. الوصفات المقادير سوري سهلة جدا ومتوفرة عندك. كوباية من الدقيق انا نخلته وحطيت عليها ذرة ملح، نص كوباية من السكر، ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من اللبن. انا ضفت له معلقة كبيرة من الزبادي، والزبادي في الكيكة بتديني طراوة كده وهشاشة جميلة. 3 معالق من الكاكاو. انا استخدمت الكاكاو الاسباني الميديوم، لا الغامق ولا الفاتح، الوسط بيبقى احلى. بيضة، فانيليا، ومعلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخل. والخل بيعمل كمحسن وبيديني هشاشة للكيك جميلة جدا لو مش هتستخدمي المحسن بتاع الكيك. هخلط المكونات كلها في الخلاط. هضيف السكر وربع كوباية الزيت ونص كوباية اللبن اللي انا حطيت عليها معلقة زبادي، وده الخل، والبيضة بتاعتي انا ضفت عليها الفانيليا. وهبتدي اشغل الخلاط حوالي 8 دقايق على سرعة عالية عشان الخليط بتاعي يمتزج كويس جدا، وفي نفس الوقت يدخل له كمية وفيرة من الهواء اللي هتساعد الكيكة بتاعتي انها تبقى هشة. اثناء خفق الخلاط انا بقى هخلط البيكنج باودر على الدقيق. هي معلقة صغيرة هرمية، وانا ضايفة ذرة ملح طبعا على الدقيق. وهبتدي بعد كده اخلط الكيكة بتاعتي. هضيف بقى خليط الكيك في البولة اللي هعجن فيها. هضيف الدقيق معلقة معلقة، واول ما تختفي معلقة الدقيق هضيف معلقة تانية وهكذا عشان ما خرجش الدقيق الهواء اللي في الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. بكل سهولة كده بايد تحطي معلقة وبالايد التانية هتخفقي زي ما انت شايفة كده. الكيكة بتاعتي دي حجمها صغير، صينية مقاس 20. لو هتعملي في صينية اكبر هتضاعفي الكمية طبعا. هضيف الكاكاو. انا بحب انخل الكاكاو بالمصفة الشاي عشان لو فيها اي تكتلات ما تنزلش في العجينة بتاعتي. هبتدي اخلط بقى الكاكاو مع العجينة لان انا عايزة الكيكة بتاعتي تبقى بطعم الشوكولاتة. الكاكاو دي انا جايباها من محل مستلزمات الحلواني عندنا في اسكندرية، عند كل خامات الحلواني، وبتبقى الحاجة عنده طازة وحلوة. هخلط بقى الكاكاو لما تندمج مع الخليط كويس زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي احطها في الصينية اللي هخبزها فيها. انا الصينية دهنتها مادة دهنية وبطنتها بالدقيق، وفوق الدقيق كمان حطيت كاكاو علشان لما اجي اقلب الصينية بتاعتي ما يبقاش القاع بتاعها ابيض من الدقيق. انا عايزة القاع بتاعها يبقى لونه بني، ما يبانش ان انا مبطنة الصينية بدقيق. شايفين خليط الكيك نازل سلس وناعم وكريمي ازاي؟ الخلاط هو افضل وسيلة تعملي بيها الكيك لو ما عندكيش مضرب بيض. هوزع الخليط كويس وهبتدي اسويها. هدخلها على فرن درجة حرارته 170 لحد ما تستوى، واختبرها بالخلة والاقيها استوت. انا مش محتاجة الشواية في حاجة لان الكيكة بتاعتي لونها بني، فمش محتاجة شواية تدي لون، انا محتاجاها بس تستوي. شايفين حراف الكيكة لونها بني لان انا
مبطنة الصينية بالكاكاو. لو كنت مبطناها بالدقيق كان حراف الكيكة هتبقى بيضة، ما كانش هتبقى شكلها حلو. انا هسيب الكيكة بتاعتي تبرد خالص وهحضر بقى الجناش الاقتصادي او الكريمة اللي هنغطي بيها الكيكة. عندي 3 معالق من الكاكاو، كاكاو من غير سكر، هي نفس الكاكاو اللي انا استخدمتها مع الكيكة. لان الكاكاو ما فيهاش سكر فانا هضيف لها بقى حوالي 5 معالق 6 معالق سكر، عشان الكاكاو دي بتبقى طعمها ايه، مركز قوي، فبتحتاج سكر عشان تتحلى. ضيفي طبعا السكر حسب رغبتك، بس انا بحب الحاجة سكرها زيادة شوية. وهضيف كمان 3 معالق من الدقيق، والدقيق هو اللي هيربط لي الخليط بتاعي. برضو انا بنزل الدقيق بمصفة الشاي عشان لو في اي تكتلات تخرج معايا. خلطت المكونات كلها على الجاف الاول قبل ما اضيف اللبن. بعد كده ضفت مع كوباية وربع من اللبن، وبخلط بقى كويس جدا لحد ما الخليط يندمج وما بقاش فيه اي تكتلات زي ما انتوا شايفين. هبتدي ارفعه على النار لحد ما يتماسك وارجع لكم. اهم حاجة الخليط ما يبقاش فيه تكتلات عشان الكريمة او الجناش بتاعنا يبقى ناعم وكريمي. شايفين بقى الخليط بتاعي تقل ازاي، قوامه ممتاز جدا وطعمه حلو قوي. بس اهم حاجة تستخدمي كاكاو نوعها كويس. هضيف بقى مكعب من الزبدة على الخليط بتاعي وهو سخن. هقلب بقى تقليب مستمر كده لحد ما الزبدة بتاعتي تندمج مع المكونات كلها. في الخطوة دي لازم خليط الجناش بتاعي يبقى سخن عشان الزبدة تسيح. بس طبعا مش هحطه على الكيكة بتاعتي وهو سخن، انا هسيبه لما يبرد شوية، بعد كده هبتدي اضيفه على الكيكة عشان اغطيها. خليط الجناش بتاعي برد خالص، فابتدي احطه على الكيكة، وهبتدي بسباتيولا كده اوزعه على سطح الكيكة كويس جدا. انا حطيت كمية وكل ما احتاج هزود لحد ما اغطي سطح الكيكة تماما. بساوي بقى السطح خالص زي ما انتوا شايفين، واي حتت محتاجة جناش بزود لها. لو انتي لسه بتتابعي الفيديو اعملوا له لايك، ولو انتي جديدة على قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعمل. ده الخليط بتاعي بقى لما برد خالص، لان انا هعمل منه روزتات كده على سطح الكيكة بتاعتي. بعمل وردات كده داير ما يدور، وهزينها بشوكليت شيبس كده تبقى خلصت الكيكة بتاعتي بمنتهى السهولة. طعمها حلو جدا روعة، مش لان انا اللي عاملاها، لان كل اللي دقها فعلا عجبته جدا، وخصوصا الجناش محدش حس ان انا ما حطيتش شوكولاتة فيه. شايفين بقى الجمال والطعامة والقمر. وصفة هايلة، جربوها، واللي يجربها وتعجبه يدعيلي دعوة حلوة. شايفين بقى الجمال، دي مش كيكاية، دي تورتاية. شايفين من جوه هشة مفرغة ازاي، والكريمة او الجناش الاقتصادي اللي احنا عملناه ده عطاها طعم روعة. وصفة هايلة للصيف بقى تقدميها لضيوفك، حاجة تشرف بصحيح. شايفين بقى كل اللي بيحبوا الشوكولاتة هيحبوا الوصفة دي، فعلا طعمها اكتر من رائع. وصفة سهلة وسريعة، مقاديرها اقتصادية. جربيها ان شاء الله هتعجبك، هتعجب ولادك جدا، لان طبعا عارفين ان الاولاد بيحبوا اي حاجة فيها شوكولاتة. لو عجبك الفيديو اعملوا لايك،
لو انت جديدة على قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل، يصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله، بوصفات حلوة وسهلة ولذيذة زي ما انتم متعودين مع مطبخ توتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.